بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. إن الجراح إذا خبأتها شفيت، إن الجراح إذا خبأتها شفيت، فاكتم جراحك لا تخبر بها أحد. السلام عليكم بنات، وكل الهلا بيكم يا أهلي وناسي بيوميات جديدة من يوميات ماما رنا. لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، ويلا نسوي أنا وياكم أطيب قهوة شوكولاتية تفيدنا بهاي الأجواء الباردة. استخدمت هنا كوبين من الحليب السائل، وإذا ما عندك حليب سائل تقدرين تستخدمين كوبين ماء، وكل كوب تخلي له ملعقتين من الحليب المجفف. أنا استخدمت بن العميد ملعقة، ونسكافة كذلك ملعقة كبيرة، هي ملعقة كبيرة نسكافة وملعقة كبيرة من بن العميد طبعا مسح. واستخدمت كذلك ملعقة من النشا مسح. طبعا إذا تحبيها شوية ثخينة تقدرين تكثرين النشا، تخلين ملعقة متروسة. أنا خليتها قوامها متوسط فخليت ملعقة مسح من النشا، وبديت أخلط كل هاي المكونات. واستخدمت ملعقة من الهيل المطحون، والهيل يضيف لها نكهة كلش لذيذة. هنا راح أبدي أخلي الشوكولات مالتنا، هنا الشوكولات الكويتي. طبعا أنا استخدمت 12 حباية من الشوكولات، تقدرين أنتي تقللين تكثرين هاي حسب الرغبة. وخليتها على النار وبديت أقلبها إلى أن صارت ووصلت بهذا القوام. ومثل ما قلت لك إذا تحبين يكون قوامها أثخن تقدرين تكثرين النشا. أنا بالنسبة إلي هذا القوام اللي نحبه، فخليت ملعقة ممسوحة من النشا. وهنا صار قهوتنا الشوكولاتية جاهزة. ما أقول لكم عن الريحة، دمار، ريحة تجنن، وقوامها كلش حلو متوسط وطيبة بهاي الأجواء الباردة. استخدمت البجوز، طحنته وخليته فوقها. هاي خطوة اختيارية، تقدرين تخليها، تقدرين تستغنين عنها، أو تقدرين تستخدمين فستق حلبي أنتي على المتوفر عندك. وعلينا وعليكم بألف عافية. مع السلامة، وإن شاء الله نلتقي أنا وياكم بيوميات جديدة من يوميات ماما رنا. في أمان الله وحفظه. باي باي.